السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة فهيم يوتيوبرز. اليوم إن شاء الله غادي نجبد لكم هذا الجهاز. الناس اللي باغا تفرج كأس العالم بدون تقطع، يعني باغا تفرج من بداية المباراة إلى النهاية ديالها بدون تقطع، يعني شي حاجة كاليتي. كما سبقنا شرحنا في القناة مجموعة من الفيديوهات كيفاش دير حتى الصوت، يعني لامبير بدون رأس المال، يعني غدير داكشي فابور. الطريقة اللي درناها في الفيديوهات اللي فاتوا يعني راه غتنجح معاك، ولكن ملي كيكونوا شي ماتشات بحال ديال كاس العالم ولا شي حاجة غتفرج وغادي يبقى يتقطع على حسب، يعني تيكون عليه واحد الدرك ديال الريزو. دابا كما كتشوفوا امامكم هذا واحد الجهاز جربته، يعني شي حاجة ناضية بكاليتي، يعني خصك غير تعرف كيفاش دير حتى تثبتو في البلاصة ديالو ونساه بمرة. شي حاجة زوينة. كما كتشوفوا راه كيدعم الاش دي، يعني قنوات يطلعوا لك اش دي، وطريقة التركيب ديالو سهلة بزاف وخفيف. والثمن ديالو غنقول لكم الثمن ديالو من بعد ما غادي نعرفوا المعلومات ديالو، يعني نزودكم بزاف ديال المعلومات. كما كتشوفوا يعني راه كيجي غير بهذا، كيجي بهذا. هذا العمود كديرو نتا، يعني هذا العمود راه ساهل كيتجمع هنايا. دابا كي كتفتحو كيكون بحال هكا، كيكون فين غادي تجمع هنايا. كيكون واحد الكابل ديالو، كابل طويل، يعني راه غيوصل في دير الى درتو الفوق وبرونشيتو مع الجهاز ديال التلفازه الخاصه بك، راه غيوصل. يعني راه طريقه التركيب سهله بزاف. غادي نوريكم كيفاش مركبو عندي انا هنايا، يعني بطريقه بسيطه جدا. اللي بغيتو تعرفوا الثمن ديالو، راه الثمن رخيص بزاف في السوق، راه تلقاوه. يعني راه نتوما كتشوفوا دابا هذه الكرتونه ديالو، ها هو هذا، يعني المعلومات ديالو باش تعرفوا كيفاش داير. دابا غادي نمشيو نوري لكم كيفاش مركب في الفوق، يعني طريقه التركيب ديالو، يعني راه جد بسيطه، يعني الطريقه. المهم كما كتشوفوا هذه هي طريقه التركيب ديالو. ها هو هذا، يعني هو هذا كتلقى كاب ديالو هنا، كتبرونشيه هنايا. هذا عمود، كدير واحد العمود، هو هذا كدير واحد العمود. وهما كاينين اللعيبات ديالو فين غادي تصيرو. ها هي الطريقه ديالو، يعني راه جد بسيط. ها هو كدير في واحد الاتجاه، يعني غادي. والثمن ديالو الا بغيتو تاخدوه، الثمن ديالو راه كيدير غير 100 درهم. المهم الا وصلتوا هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجيو، وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا عنده شي سؤال ولا اي حاجه يحطوا في كومونتير وانا نجاوب عليه ان شاء الله.